هنا الرسول قال الكلمة اللي تعلمني وتعلمك الحزم والثبات والعزيمة في الأمر. موقف حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أما كان بيستشير الصحابة وهم بيقاتلوا المشركين، نقابلهم جوه في المدينة ولا نقاتلهم بره المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش رأيه اللي هو كان ننتظرهم جوه المدينة. بعد الشورى الصحابة قرروا قالوا للرسول هنقابلهم بره المدينة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لبس لبس الحرب وجهز للقتال، والصحابة حسوا ان هم استكرهوا الرسول، فقالوا له لعلنا استكرهناك يا رسول الله وما كان ينبغي لنا ذلك، فإن شئت نرجع، فلو عايز نرجع تاني للمدينة. هنا الرسول قال الكلمة اللي تعلمني وتعلمك الحزم والثبات والعزيمة في الأمر. ما كان لنبي إذا لبس لأمته اللي هو درع الحرب أن يضعها، يعني يخلعها حتى يقاتل. فالدرس هنا ان حتى مش شرط تكون حرب، حتى جهادك في نفسك، جهادك في شغلك، ما تسيبش طريق انت بدأته الا وتكون اتميته للاخر. فما تغيرش طريق انت بدأته طالما في اصله خير الا بعد ما تسعى فيه للاخر. وافتكر كلمة الرسول. قولوا لي في الكومنتات ايه هو الطريق اللي انتوا بدأتوه ورجعتوا فيه وفي الاخر ندمتوا وقلتوا يا ريتنا كملناه في الاخر.